إن شاء الله هنعمل قرص طرية هشة وخفيفة والعجوة مالية القرصة. يلا نشوف هنعمل ايه. عندي معلقة كبيرة من الخميرة، عليهم معلقتين كبار من السكر، نص كوباية من المية الدافية هدوبهم واسيبهم على جنب يختمروا، نص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات هنخلهم كويس جدا، هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة هرمية من لبن البودرة. هضيف عليهم الخميرة بعد ما اختمرت، وهنزل عليهم بنص كوباية من الزيت على سمنة، هعجنها كويس جدا، وهضيف معلقة كبيرة من الخل، وعندي كوباية من المية بنزل بيها بالتدريج. كمية المية على حسب نوعية الدقيق، ممكن تاخد أكتر أو أقل، بس خدت كل الكمية. بعجنها كويس لغاية ما أحصل على عجينة متماسكة وطرية ومش بتلزق. هديها مسحة من الزيت، هغطيها واسيبها على جنب تختمر. عندي نص كيلو من العجوة عجنتها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهشكلها كده على هيئة أقراص أو دوائر نفس حجم القرصة. طبعا أنا مخلصة الكمية، هغطيها واسيبها على جنب عشان ما تنشفش. شايفين بقى ما شاء الله اختمرت. هاخدها وأقطعها كده 4 أجزاء بالشكل دوت، وهغطيها واسيبها كده على جنب عشان ما تنشفش. واخد أول جزء وهعمله كده على شكل رول، وهقطعه كده أجزاء متساوية بالشكل دوت. هاخد أول قطعة أشكلها كده كرات وأقفلها كويس. كان حجمها حوالي 35، عايزة تزودي أو تقللي حسب رغبتك. خلصت كده كل الكمية، هغطيها واسيبها ترتاح 5 دقايق. ممكن تاخدي مجموعة كده مع بعض تفرجيهم مرة واحدة، نفرجيها بقى كويس، وهنزل على طول بالعجوة. الخطوة دي بالسهل علينا كتير جدا، غير ما اخد قطعة قطعة من العجوة واقفلها. وكده معايا العجوة طبعا بتكون في القرصة متساوية وكلها مليانة عجوة. اقفليها بقى كويس جدا عشان ما تفتحش مني أثناء التسوية. بجهز صينية فيها مسحة بسيطة من الزيت وأرص فيها بالشكل ده، وهفردها وهي في الصينية. وبالسكينة هعمل لها الشكل المتعارف عليه في الأفران وفي المخابز. والشكل التاني بدي كده رسمة بالغطا وأقصها كده على شكل دواير، ودي الأشكال اللي تبقى موجودة. النص كيلو دقيق عمل حوالي 25 قرصة. هسيبها كده غطيها واسيبها تختمر حوالي نص ساعة. بعد ما تختمر بديها مسحة بسيطة من اللبن، طبعا حسب ما انت عايزة، ورشة من السمسم على أعلى درجة حرارة 230، وممكن تولعي عليها الشواية. وادي شكلها ما شاء الله حلوة جدا وريحتها جميلة، سهلة وبسيطة وخفيفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسيبولي تعليق حلو. طبعا شايفين ما شاء الله حشوتها حلوة جدا، وبالهنا والشفا.